بيبدأ الفيلم في قمة جبلية اسمها غول الجبل، وبيتسلق فيها اتنين من متسلقي الجبل هم توبياس ونورا بنته، وبيحكوا مع بعض على القصص الخيالية اللي بيسمعوها عن الرعب اللي الناس بتشوفه في الجبل. وبتبدأ الأحداث بعد مرور 20 سنة، وفي منطقة جبلية بنلاقي نورا والفريق بتاعها بيبحثوا ويعملوا أبحاث في منطقة الجبل، وبتلاقي نورا أول دليل على وجود عمالقة في المنطقة. وبيتظاهر مجموعة من الناس ضد الباحثين وعمال المناجم اللي جايين يفجروا جزء من الجبل عشان يستخرجوا منه معادن. لكن فجأة بيسمعوا صوت كائن مرعب وبيتهد عليهم الجبل. بتوصل المعلومات والأخبار للقوات المسلحة في المدينة اللي بيتابعوا سقوط الجبل على العمال، وبتبدأ طيارات الجيش تتحرك وبيتابع جنرال الجيش انهيار الجبل. وبيعتقدوا انه ممكن يكون نيزك ضرب المنطقة، لكنهم بيشكوا ان ممكن تكون آثار أقدام لكائن عملاق. بتفرح نورا بالاكتشاف بتاعها، وبيوصل ليها قوات الجيش وبيستدعوها في العاصمة النرويجية أوسلو. وبيقابلها أندرياس من قادة الأمن في المدينة، وبياخدها معاه تقابل قادة الجيش، وبيعرضوا عليها اللي حصل في الجبل والهبوط اللي حصل. ونورا بتقول لهم إن اللي ظاهر في الصور والفيديو ده عبارة عن آثار أقدام. وبتوصل مجموعة من الفيديوهات اللي كان بيصورها المتظاهرين، وبيظهر فيها جزء من كائن عملاق وبيظهر على الشاشات، وبيترعب قادة الجيش من المنظر. وفي بيت قريب من الجبل بيلاحظ السكان وجود هزة أرضية، وبيحاولوا يستخبوا وبيطلعوا من المخبأ، وبيتفاجئوا إن بيتهم اتدمر. ونورا بتحاول تقنعهم إن الصور دي لكائن عملاق، لكنهم مش بيقتنعوا بكلامها. وبتقول لهم إنها هتسيب أبحاثها وتتعاون معاهم عشان تكتشف الأمر. وبتتحرك نورا مع أندرياس في طيارة خاصة عشان يكتشفوا موقع الجبل اللي حصل فيه الانهيار. ومن الطيارة بتشوف نورا البيت اللي اتدمر، وبتشوف آثار رجل الكائن العملاق. وبتقابل القائد كريس، وبيعرفوها إن آثار الرجلين اتوقفت عند النهر. وبيتقابل أصحاب البيت، وبتحاول تعرف منهم التفاصيل، وبيحكوا لها إنهم ما قدروش يشوفوا أي كائن أو يسمعوا أي صوت، غير إنهم حسوا بحزن شديد وقت ما حصل الموضوع ده، وبيتهم اتهد. وبتحاول نورا تلاقي أي أثر يقودها للكائن الخفي، وبتكمل أبحاثها مع القائد كريس من الطيارة، وبتكتب ملاحظاتها في مذكرة خاصة بيها. وبيوصلوا عند أبوها، وبيعرف إنها بنته، فبينزل البندقية لأنه كان فاكرهم حرامية ومعاهم في البحث، وبيقول لهم إن الكائن ده ممكن يكون غول الجبل. وبينزل من الطيارة، ونورا بتعرف كريس إن باباها دخل مصحة عقلية لفترة وخرج منها، وبيحاول باباها يثبت ليهم إنه كائن عملاق. وبيظهر الكائن من وراهم وبيفتح عينه وبيقوم عشان يطاردهم، وبيجروا يركبوا الطيارة بسرعة. وبتوصل صور الكائن للقاعدة الحربية في الجيش، وبيفرح والد نورا إن نظريته كانت صحيحة. وبيروحوا للمعسكر وبيتواصلوا مع القاعدة، وبيعرفهم والد نورا إن الكائن ده هو غول الجبل، وبيغضبوا عليه جدا ومش بيقتنعوا بكلامه. وقواد الجيش بيقولوا لنورا إن القوات المسلحة هتستلم الموضوع. وبتتكلم نورا مع باباها وبيقول لها إن المغامرة هتبدأ. وبيحاولوا يركبوا مع القائد كريس عشان يتابعوا العملية مع القوات المسلحة. وبتبدأ قوات الجيش تبحث عن الكائن الغول العملاق بالأدوات التكنولوجية اللي معاهم. وبيمر الوقت، وبتحكي نورا لباباها إن كل القصص اللي كانت بتتحكي ليها زمان ابتدت تكون حقيقية. وفجأة بيظهر ليهم غول الجبل العملاق، ووالد نورا بيقول لهم إنه اكتشف وجودهم. وبيبدأ الجيش يهاجموا بالصواريخ والدبابات والمدفعية التقيلة، وبيحاصروه من كل حتة. وبيتصنع إنه مات، لكنه بيفاجئهم وبيبدأ يهاجمهم بكل قوة، وبيدمر معداتهم وأسلحتهم، وبيستخبوا منه لكنه بيهاجمهم تاني. وبيكتشفوا إنه بيشم ريحة الدم وبيعرف مكانهم من الدم. وبيبدأ والد نورا يتعامل مع الكائن وبيهديه، وبينجح يتواصل معاه. لكن الدبابات بتبدأ تهاجم الكائن، فبيغضب وبيضرب والد نورا وبيرميها على الأرض وبيمشي. وبيموت باباها وبتحزن عليه جدا. وبتعدي الأيام، وبيقابل كريس نورا وبيعرفها إن القوات المسلحة بتجهز هجوم تاني على الكائن ده. وبتبحث نورا في كتب عن الكائنات دي، وبتعرف إنهم مش بيحبوا البشر المسيحيين الموجودين في النرويج، لأنه مع انتشار المسيحية ابتدت الكائنات في مهاجمة الكنائس بسبب صوت الأجراس اللي كانت في الكنائس، واللي كانت بتزعج الكائنات العملاقة جدا، وكانوا بيهاجموا الكنائس ويدمروها. وبيظهر الكائن مرة تاني في المدينة، وبيتسبب بالرعب لأهلها. وبيسمع صوت الأجراس اللي متركب في طيارات الجيش، وبيتسبب إزعاج جامد للغول العملاق، ومش بيقدر يستحمل صوت الأجراس، وبيدمر أول طيارة للجيش.
وبيدمر طيارة تاني، لكنه بينقذ بنت صغيرة من سقوط الطيارة عليها. وبتستغرب نورا من تصرفاته تجاه البنت الصغيرة، وبتقابل نورا رئيسة القاعدة الحربية وبتقنعها انهم ابتدوا يفهموا الكائن ده ويدرسوه ومحتاجين وقت عشان يعرفوا يتعاملوا معاه، لكنها بتقول لها انهم هيستخدموا ضده القوى الحربية. وبتمشي نورا وبيقدم اندرياس استقالته من القاعدة الحربية وبيروح مع نورا عشان يساعدها. وبتطلع رئيسة القاعدة وبتعلن انها هتخلي المدينة من السكان الموجودة في اوسلو عشان يقدروا يهاجموا الكائن بدون ما يضروا البشر. وبيمشي اندرياس مع نورا وبيرجعوا للقصر الملكي في اوسلو وبيحاولوا يدخلوا، وبيظهر شخص بيدخل معاهم وبيعرف نورا انه كان يعرف باباها وبياخدهم معاه البيت تحت الارض كان فيه هياكل عظمية لعائلة الغول العملاق، وبيعرفهم ان وقت انتشار المسيحية في النرويج قضوا على الكائنات العملاقة كلها وهرب منهم الغول الموجود دلوقتي. وبتعرف نورا من الكتابات الموجودة في المقبرة ان نور الشمس هو الشيء الوحيد اللي هيخلصهم من الكائن ده، وبتهاجم قوات الجيش الغول لكنه بيدمرهم. وبتتصل نورا بكريس وبتطلب مساعدته، وبتبدأ قوات الجيش تجهز قنبلة نووية عشان تموت الغول العملاق. وبيتحرك الغول ناحية المدينة، وبيقابل كريس بعض الجنود أصدقائه عشان يساعدوه في إنقاذ المدينة. وبتبدأ الطيارة النووية تتوجه للهدف، لكن بتنجح صديقة أندرياس إنها تعطل الهجوم عشان تدي وقت لنورا وأندرياس إنهم يقودوا الغول لمقبرة عيلته. وبتمشي نورا وبتوري الكائن جمجمة واحد من أسرته حطاها على العربية، وبتمشي بالعربية بسرعة عشان توصله الطريق اللي مجهز فيه كريس القوات بتاعته. وبتقع الجمجمة من عربية نورا على الجسر، وبيوصل ليها الغول وبيمسكها لكنها بتقع منه وبتتكسر، وبيغضب جدا وبيبدأ يطارد نورا وأندرياس. وفي القاعدة الحربية بيكتشفوا إن صديقة أندرياس عطلت انطلاق الصاروخ النووي على الكائن. بيوصل الغول وهو بيطارد نورا لمنطقة كريس وبيدمروا عربية نورا وبيحاول يدهسها، لكنهم بيطلعوا أنوار الإنذار فبيسيبها وبيطارد القوات وبيشغلوا عليه أشعة الطاقة الشمسية وبيقدروا يحبسوه جوه الطاقة الضوئية. لكن نورا بتفصل طاقة الضوء من تاني وبتمنع الجنود من قتله وبتقول له امشي من هنا روح الجبل ومش هنطاردك. لكن بيعدي الوقت وبيطلع نور الشمس وبيحرق جسم الغول العملاق وبيدمره، وبينجح أندرياس ونورا في إنقاذ المدينة من الغول العملاق. ما تنساش تعمل معانا اشتراك في القناة وتضغط لايك على الفيديو وتفعل جرس التنبيه عشان توصلك أحدث الأفلام. الفيلم من بطولة آن ماري اللي بتقوم بدور أور تايد مان، وبيلي كامبل اللي بيقوم بدور ديفيد، وأنيكا فون اللي بتقوم بدور بيرت. الفيلم من إنتاج 2022 وتم تصويره في النرويج.